سلام عليكم يا أحلى متابعين، ازيكم عاملين ايه؟ ودلوقتي هبدأ رواية إن شاء الله تعجبكم. رواية باسم أحبني بالقوة، ودي هتكون الحلقة الأولى للكاتبة المميزة والمبدعة رويدة عرفة. وحابة قبل كده ما أبدأ كلنا كده نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونكتب الصلاة في التعليقات، وكمان نشجع رويدة وتشجعوني إذا كانت الرواية حلوة ولا لأ. ويلا بقى نبدأ عشان مطولش عليكم. حياة مش عايزة أحب على إيدك يا بوي، أحب على إيدك. مش عايزة أتجوز، ده قاتل. الناس كلها بتقول عليك ده، وإنت شفت بعينك. مش هقدر أعيش معاه. صابر بحنان: مفيش حل قدامنا يا بنتي غير كده. أخوك هيروح فيها لو إنتي ما اتجوزتوش. أديك أهو شايفة إن أنا كنت هخسر أخوكي، ومش مستعدة أبدا أخسره للمرة التانية. ويلا بينا نبدأ نتعرف على القصة بتاعتنا والأبطال بتوعنا. عابد كان قاعد مع أصحابه. سمير جاله وهو بيجري جري: الحق يا عابد، الحق! في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ في واحد ضرب نهر وجات في اخوك الصغير. ايه؟ وطلع يجري. وبعد دقايق جمال كان قاعد قدام حسن وعمال يبكي. حسن نايم على الأرض وغرقان في دمه. عابد راح وشاله من الأرض بسرعة. أخوي، أخوي! مين اللي عملك ده؟ اتكلموا وقولوا. هاتوا العربية، أخويا بينزف، أخويا بيموت. وفي ثانية واحدة العربية جت ووصلت وطلعوا بيه على المستشفى. وبعد مرور وقت عابد دخل وهو شايل حسن أخوه على إيديه. الدكتور، الدكتور بسرعة! الدكتور جه وخده على أوضة العمليات على طول. دخل العمليات. الدكتور بيحاول يطلع الرصاصة اللي كانت جنب القلب بالظبط. بره بقى عند عابد كان واقف يعيط على أخوه الصغير. واه، أخوي! تعالى يا سمير، أنا عاوزك تعرف مين اللي عمل في أخويا كده وتجيبهولي من تحت الأرض. بس لما تجيبهولي وتدور عليه تجيبهولي صاحي. أنا اللي هخليه يتمنى الموت بدل المرة 1000. سمير: حاضر يا بيه. وبلغ الرجالة عشان يدوروا ويشوف مين اللي عمل كده. في مكان آخر في بيت صقر، مصطفى كان قاعد على الكنبة قدام الباب وبيبص للسما وهو سرحان. جه جنبه زياد ابن عمه وهو بيجري ومش قادر ياخد نفسه، وماسك المسدس في ايده واداه لمصطفى. خبي ده، خبي ده عندك في اي مكان بسرعة يا مصطفى، هبوس ايديك. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ ده مسدس؟ انت عملت ايه يا زياد؟ انت عملت مصيبة ولا ايه؟ موتت مين يا واد؟ جبت منين المحروق ده؟ مفيش وقت دلوقتي، لازم تعمل اي حاجة. انا هروح في 60 داهية وبعدين هتعرف كل حاجة. ولسه ما كملش الجملة بتاعته ولقوا رجالة عابد حواليهم. رجالة عابد: بقى انت بقى اللي عملت كده؟ طب تعالى معانا. مصطفى: اجي فين؟ انا ما عملتش حاجة. شيل يدك من عليا، بقول لك انا ما عملتش. كيف يعني ما عملتش؟ والمسدس اللي في يدك ده هو اللي عمل وحده؟ يلا يلا، ده انت هتروح لعابد بيه، هيقطعك 100 حتة، هيقطعك تقطيع ويرميك للكلاب. اوعى، شيل ايدك، سيبوني، عاوزين مني ايه؟ صابر وكل اللي في البيت طلع على صوته وهو مش عارفين في ايه بالظبط. صابر: انتوا واخدينه ليه؟ واخدين ولدي فين؟ هتروحوا بيه فين يعني؟ ما عملش حاجة. والكل فضل يحاول يبعد الرجالة بتوع عابد، لكن مفيش اي حد قدر. كريم طلع البندقية بتاعته وضرب طلقتين في الجو. اللي هيجرب من هنا الطلقة التالتة هكون في قلبه. وخدوا مصطفى ومشوا بيه بسرعة. صابر كان قاعد في الأرض بيعيط على ابنه وهو مش عارف ايه اللي حصل بالظبط. زياد كان واقف في الجنب ما اتحركش ولا حتى دافع ولا قال ان هو اللي عمل كده، ولا قال ان المسدس ده بتاع مين. خيري ابو زياد: هو ايه اللي حصل يا ولدي؟ ايه اللي حصل؟ انت واقف من بدري. زياد بتوتر: لا لا، انا جيت على الصوت، ما اعرفش حاجة. حياة جاية وبتعيط وبصوت عالي: ربنا يسترها معاك يا اخوي. لا، لازم نبلغ البوليس يا بوي، ابوس يدك يا بوي، لازم نبلغ ونشوف مصطفى راح فين. خير اتكلم: عندك حق يا بنت اخوي، يلا يا زياد تعالى معايا على الاسم. زياد: مش مش هاجي يا بوي، اصلا انا حاسس بالدوار، بقول لك يلا تعالى. مشي معاه وهو ساكت. إسعاد حط إيديها على قلبها وقالت: أنا عايزة ولدي، هاتولي ولدي، هبوس يديكوا، هاتولي ولدي،
خدوها على فين؟ أنا عاوزة ولدي دلوقتي. اهدي يما، كل حاجة كنت تمام، بس ادعيله. عند عابد. مين اللي ضرب النار على أخوك؟ كلمه قول. أبدا يا بوي، خليك بس انت جنبه وأنا هعرف كل حاجة. انت رايح على فين دلوقتي؟ انت رايح وهتسيبني؟ شوية وهرجع لك، مش هتأخر عليك. وبعد مرور الوقت عابد وصل للبيت، وأول ما دخل لقى مصطفى مربوط وإيديه ورجليه مربوطين. عابد قرب منه بغضب وبدأ يضربه بكل قوة. بقى أنت بقى اللي بتضرب أخاي؟ عايز تموته؟ ليه؟ عمل لك إيه؟ مصطفى والدم غرقان ومش شايف حاجة من كتر الدم. أنا ما ضربتش حد، ومش فاهم أنت بتقول إيه. ده أنا هخليك تتمنى الموت، بس مش هتطوله. خدوها على المخزن. تحت أمرك يا باشا. وبعد مرور تقريبا ساعات دخل اسم الشرطة. الضابط شريف كان قاعد على المكتب وبيكتب في الدفاتر، ولما شاف خيري داخل عليه ومعاه زياد رفع راسه. خير؟ في ايه؟ مالكوا يا رجالة؟ شكلكم مش طبيعي. الحقنا يا باشا، الرجالة بتوع عابد بيه خدوا مصطفى ابن اخوي غصب كده، واحنا واقفين كلاتنا ومحدش عارف يتصرف، وضربوا فينا نار كمان، واحنا معرفش هو ايه اللي حصل بالظبط. احنا سمعنا وهو جاي يقول ان اخوه انضرب بالنار وهو دلوقتي ما بين الحياة والموت، وجاي خدوه وما نعرفش هو فعلا ضربه ولا لا. الشريف قام. مين اللي قال؟ هو حد شافه وهو بينضرب؟ زياد بتوتر. لا لا، هما لقوا مصطفى ماسك المسدس في ايديه، بس ما حد شافه وهو بيضرب اي حاجة. الضابط بيبص ليه نظرة شك. وانت كنت فين بقى وقت الضرب ده؟ زياد بلع ريقه. كنت كنت في البيت، سمعت الصوت وطلعت لقيت الدنيا مقلوبة. قلت لي. يعني انت بتقول ان ما شفتش حد بيضربه، صح الكلام؟ ايوه يا باشا، صح الكلام. انا سمعت الصوت طلعت على طول. خيري. ايوه يا باشا فعلا، احنا عايزين نلحق ولد اخوي. عابد ما بيرحمش والرجالة بتاعته هيخلصوا عليه. الشريف مسك التليفون وقام بحزم. هاتوا القوة يلا بسرعة. على دار عابد، في بلاغ بخطف واحتجاز شاب اسمه مصطفى صابر، عاوزينه. يلا بسرعة، يلا نتحرك. في دوار عابد الدنيا كانت ضلمة ومفيش غير صوت صراخ مصطفى مربوط في العمود ووشه كله دم. عابد دخل بخطوة تقيلة، عينيه كانت مليانة بالنار. كنت فاكر يعني ان انت هتضرب اخوي كده وهتمشي عادي وهتعيش بعديها؟ ده انا هخليك تتمنى الموت مش هتعرف توصل له. واصل يا ابن صابر. مصطفى بصله وهو بيحاول يتنفس. انا ما عملتش حاجة صدقني، المسدس ده مش بتاعي. عابد مسكه جامد جدا من شعره. اه، كذب. يعني الطلقة كانت هتبقى في قلب اخوي، لولا بس ان الحمد لله ربنا ستر ولسه دلوقتي ما بين الحياة والموت برضك. بس نفس نوع الطلقة جاية من المسدس بتاعك، وانت عارفني خبير في كل حاجة، واكترهم المسدس والطلقات. مصطفى قال الكلام بتاعه وهو بيبكي. زياد، زياد هو اللي جاب لي المسدس وقال لي خبيه. انا ما ضربتش حاجة ولا اعرف اي حاجة، واصل. عابد وقف مكانه فجأة، عيونه اتفتحت في الاخر. مين زياد ده؟ وانت عاوزني اصدق الكلام اللي انت بتقوله؟ انا مش مصدق ولا كلمة. مصطفى، هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل صدقني. واقف قدامه ووشه مليان بالغضب. لسه هتكدب يا ابن صابر؟ ده اخويا بين الحياة والموت. اتكلم وقول. في نفس اللحظة صوت عربية الشرطة وهي بتقف بره الدوار، وصوت السرينة اللي ملت المكان. كريم اتخض وقال وهو بيبص من الشباك. يا باشا، ده الشرطة عندنا. عابد لف بسرعة وهو غضبان جدا. ايه الشرطة؟ ومين يعني اللي بلغ؟ هم استجروا كمان يبلغوا عني؟ سمير قال يمكن حد من أهله فعلا. أكيد. عابد مسك المسدس بتاعه. اخفوا من وشي دلوقتي ومحدش يفتح أي باب، أنا هتصرف. سمير ورجالته خبوا مصطفى بسرعة وقفلوا الباب. وهنا باب المخزن اتفتح بعنف، ودخل الضابط شريف ومعاه القوة بتاعته، مجموعة كبيرة جدا من العساكر. صوتهم كان عالي والأسلحة مرفوعة. شريف بص نظرة تحدي. ولا حركة، الكل يثبت مكانه، محدش يتحرك. هيه يا عابد، كنت متخيل ان احنا مش هنعرف ولا ايه؟ عابد وهو بيحاول يسيطر على اعصابه
خير يا حضرة الضابط، مالكوا داخلين كده؟ ده حتى البيوت ليها حرمة، ايه ما سمعتش عنها قبل كده؟ شريف جاي لنا بلاغ خاطف وبتعذب واحد اسمه مصطفى صابر. ها ها ها. مصطفى صابر مين ده؟ ما فيش حد بالاسم ده وما فيش كلام. كله غلط، غلط في غلط. الضابط شريف لمح بعينه أوضة مقفولة بالقفل، ابتسم. افتح الباب دلوقتي حالا. باب ايه؟ الباب اللي انت شايفه ده. كريم متوتر. ما فيش حاجة يا باشا ورا الباب. شريف على صوته. بقول لك افتح الباب بدل ما اكسرهولك. عابد سكت لحظة وبعدين قال افتحوه. وأول ما فتحوا الباب طلع مصطفى مربوط ووشه كان كله مليان دم، عينيه تقريبا مفتوحة النص، بيحاول يفتحها ويتنفس بصعوبة. إسعاد أمه كانت وصلت في نفس اللحظة وصرخت صرخة كبيرة جدا هزت المكان. ولدي. شريف جري عليه بنفسه وفكه بسرعة عشان خاطر يطلب الإسعاف. مصطفى كان بيبص بعينين ضعيفة وقال بصوت متقطع يا باشا أنا ما عملتش حاجة. زياد هو ما كملش الجملة ووقع فاقد الوعي. شريف بيبص لعابد بكل غضب. مش أول مرة تعمل كده. انت مش حاسس يا عابد ان انت بتتجاوز حدودك مع الناس؟ واضح ان في حاجات كتيرة جدا مستخبية. مخبي حاجات كتير يا عابد، بس صدقني المرة دي مش هتطلع منها بالساهل ابدا. يلا يا رجالة فتشوا المكان. الرجالة بتوع الشرطة بدأ إن هم يدخلوا المكان ويفتشوه. لقوا آثار ودم وحبل وحاجات كتير جدا بتدل إن الراجل ده فعلا مش سهل أبدا. شريف كان باص للعسكر اقبضوا على عابد يلا. يلا عشان نشوف الاعتداءات اللي هو عمال يعتديها على الناس. والاعتداء دلوقتي على مصطفى صابر والتحقيق هيكون واضح وضوح الشمس. عابد بعصبية ايه اللي انت بتقوله ده؟ تعاوز تقبض عليا انا؟ تعرف انت بتتكلم مين يا شريف؟ انا عابد بيه واللي هيقف قدامي عمره ما هيطلع سالم. شريف قرب منه. لما نشوف يا عابد بيه مين فينا اللي هيكسب في الآخر. في صباح يوم جديد في المستشفى الدكتور بيطلع من أوضة العمليات. جمال بيجري عليه. ها يا دكتور طمنا على ولدي. نزل راسه. للأسف احنا عملنا اللي علينا والبقاء لله. جمال قعد في الأرض. لا ولدي. ثانية ولدي. لا وأغمى عليها. وبعد مرور وقت جمال بحزن واضح حد يبلغ عابد عشان يجي دفنة أخوه. سمير بتوتر. يا حاج عابد في الاسم من امبارح ومش هنقدر نطلعه ولا نعمله أي حاجة عشان خلاص اتعرف حاجات كتير قوي. وحتى لو حبينا نطلعه ده في إجراءات ياما مش هينفع إن احنا نطلعه. جمال يا رب عوضني عوض الصابرين يا رب. كرم أنا معاك يا حاج. ومن رأيي يا حاج إكرام الميت دفنه مش لازم يعني مش لازم نستنى عابد. هنعمل إيه؟ أدي الله وادي حكمته. وبعد مرور ساعات تم دفن حسن والكل كان حزين في بيت صابر. حمزة عرف اللي حصل ونزل من السفر عشان خاطر يكون جنب أخوه. وأول ما وصل جري على أمه ومسك إيديها وحبها وقال لها فين مصطفى يما؟ اتكلمي وقولي. إسعاد بحزن أخوك في السجن يا ولدي. ايه طيب لازم اروح له دلوك. لا يا ولدي ابوس يدك احنا خلاص هنبعت المحامي شويه وهيروح له عنده. بقول لك يا اما خلاص انا هروح له. انا مش عاوزه قلبي يوجعني عليك انت كمان. كفايه اخوك انا ما حلتيش غيركم انتوا الاتنين. وفي المساء جمال راح عند عابد ومعاه سمير علشان يزوروه. العسكر فتح لعابد يلا يلا قوم عندك زياره. عابد طلع علشان يشوف مين اللي جاي يزوره. لقى باباه طلع يجري عليه بلهفة. أبوي طمني يا أبوي حسن عامل إيه دلوقتي؟ كان ساكت ومش بيتكلم. بقول لك يا أبوي حسن عامل إيه؟ حصل له حاجة؟ ما تقول يا سمير أنت كمان ساكت كده ليه؟ ما تكلموا. جرى يا أبوي في إيه يا سمير؟ اتكلموا انتوا الاتنين. سمير بتردد حسن تعيش انت. عابد بيقعد وهو في منتهى الغضب والجحيم. هندمهم كلهم على اللي عملوه. هندمهم كلهم. بالراحة على نفسك يا ولدي. بقول لك يا سمير عاوز تجيب لي أكبر محامي في البلد عشان يطلعني من هنا في أسرع وقت ممكن. حاضر يا عابد بيه اللي تؤمر بيه. اليوم التالي عند خيري زياد كان قاعد على السرير ووشه أصفر وإيديه بترتعش.
قاعد يتخيل منظر مصطفى وهو مضروب وبيصرخ. صوت أبوه جه من بره قطع تفكيره. خير يا ولدي، انت كنت هناك بتعمل ايه ساعة الجريمة؟ زياد بيقوم وهو خايف ومتوتر. خير يا بوي، في حاجة ولا ايه؟ خيالي بجدية. زياد، عايزك تجاوبني بصراحة، المسدس اللي لقيناه هناك عند مصطفى كان بتاعك صح ولا لأ؟ زياد بيبلع ريقه. إيه يا بوي، أنا معرفش حاجة على اللي انت بتقوله واصل. ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ ولا فاهم أصلا انت تقصد ايه؟ خيري بصوت عالي ومليان بالغضب. بطل كدب بقى يا ولدي، بقولك ايه، اتكلم وقول المسدس ده بتاعك. انا عاوز انت اللي تقول لي الحقيقة بدل ما اعرفها من بره. قول دلوقتي، قول حالا، المسدس ده بتاعك ولا لا؟ زياد بدموع. ايوه يا ابوي، المسدس بتاعي انا. خيل بصدمه وما كانش مصدق نفسه. انت اللي قتلت الواد؟ انت اللي قتلته صح ولا لا؟ زياد نزل وشه في الارض. ايوه يا ابوي، بس هحلف لك بايه ان انا ما كنتش اقصد. الطلقه خرجت مني بالغلط، كنت خايف، كنتش عارف اعمل ايه، كنت عاوز اموت نفسي. انا مش عاوز اموت حد، ولا كنت اقصد اموت حد، صدقني يا ابوي. خير اتصدم ورجع لورا وسند على الحيطه. ها، قتلت روح بريئه يا مجرم، ولبستها كمان في ابن عمك مصطفى. دلوقتي اخوك مصطفى في السجن مكانك، والناس كلها بتلعن في صابر وعياله بسببك انت. زياد بيقع في الارض. سامحني، سامحني يا ابوي، انا مش عارف اقول لك ايه، بس انت عندك حق في كل الكلام اللي انت بتقوله. بس والله انا ما اعرف الطلقه دي طلعت ازاي وخرجت مني. ابوي، ابوي ما تقولش لحد. زقه برجليه وقال له بغضب: ما فيش سماح، بكره هتيجي وهتعترف على نفسك وتقول الحقيقه، مفهوم؟ بس يا ابو يعني، بقول لك مفهوم؟ بس يابا يعني، مفيش بس، الكلام اللي بقوله هيتنفذ، تروح بكرة وتسلم نفسك وزي ما المحكمة تحكم. أهم حاجة تطلع ولد عمك المظلوم من جوه الحبس. وبعد مرور ساعات، سمير كان جايب أكبر محامي في البلد كلها، كان واقف قدام القاضي، كان بيترافع لعابد. وبعد مرور وقت، عابد وهو طالع راح لمكتب الضابط ودخل عليه من غير حتى ما يخبط. سيادة الضابط، أنا جيت أسلم عليك قبل ما أمشي، أصل هتوحشني جو جوي. شريف بصله وهو مخنوق جدا، مش مصدق إزاي إن هو قدر يطلع من القضية بعد كل الإثباتات والدلائل الموجودة اللي متقدمة للنيابة. عابد طلع وبلغ الرجالة بتوعه إن هم يعرفوا أخبار مصطفى، وكمان بدأ يسأل على أخوه الصغير. كريم راح وجاب له كل الأخبار. أيوة يا باشا، حمزة أخوه جه من السفر بقاله يومين. واه، يومين؟ هو ازاي يومين يعني؟ بقاله يومين هنا في البلد ومحدش يبلغني يا بهايم. يا باشا، ما انت كنت محبوس، هنبلغك ازاي؟ وبعدين هتعمل ايه وانت في الحبس؟ طب غور جدا، غورة، غور من وشي دلوك. وراح ساعتها لبيت صابر. في بيت صابر، إسعاد كانت واقفة بتتكلم مع حمزة ده، وفجأة عابد بيظهر وماسك المسدس وموجهه ناحية حمزة ده. إسعاد بخوف وقلبها وقع في رجليها. يا لهوي بهلي، عاوز ايه من حمزة؟ عاوز ايه؟ حمزة بيلف بيلاقي عابد هو اللي واقف قدامه. عابد بضحك: انتوا كنتوا مفكرين ان هسكت كده واسيب حق اخوي؟ الحكومة هي اللي هتاخده؟ لا، تبقوا غلطانين، ده انتوا بتحلموا. اخوي ده انتوا بتحلموا يا ولد صابر، ده انا اللي هاخد حقه بايديا الاتنين. حمزة بكبرياء: انا مش خايف منك ولا من رجالتك يا اللي اسمك عابد انت، واخوي مصطفى انا عارف ان هو بريء وهيطلع من القضية زي الشعر من العجين. برافو برافو، اتصدق ان انت صعبت عليا وانا صدقت كلامك. في اللحظة دي وجه المسدس عليه وضربه بالنار ومشي على طول. حمزة وقع في الأرض. إسعاد بنهيار: يا ولدي، ولدي الحقوني يا ناس، ولدي راح مني. في نفس التوقيت زياد كان داخل وهو سكران، شاف الدم، قعد في الأرض وفضل يعيط: أنا السبب، أيوة أنا السبب، أنا السبب في كل ده. كل اللي في البيت اتجمع على صراخ إسعاد. وبعد مرور وقت، الكل كان واقف في المستشفى حاطط إيده على قلبه. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ إن شاء الله كل ده هنشوفه وهنتابعه في الحلقة اللي جاية. بس أهم حاجة تابعوني باللايك والاشتراك وتضغطوا على الجرس اللي تحت القصة على طول عشان خاطر يوصلكوا كل جديد، توصلكوا الحلقة التانية والتالتة إن شاء الله بإذن الله. سلام.
سلام عليكم يا أحلى متابعين. ودلوقتي هبدأ رواية إن شاء الله هتعجبكم. أحببت بالقوة، للكاتبة المميزة رواية عرفة. يا ريت تابعوني باللايك والاشتراك، وإن انتوا تفعلوا الجرس عشان يوصلوكوا كل جديد، ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبدأ الحكاية. وصلنا في الحلقة اللي فاتت لما عابد ضرب حمزة بالنار وخدوه على المستشفى. في المستشفى إسعاد كانت قاعدة في الأرض وعمالة بتعيط وبتدعي لابنها يقوم بالسلامة. عند عابد كان قاعد على الكنبة وسرحان. دخل عليه جمال لعابد: عابد يا ولدي، مالك قاعد كده؟ في حاجة حصلت تاني ولا ايه؟ ها؟ أبدا يا حاج، مفيش حاجة، متشغلش بالك، بس أنا تعبان شوية. سمير وجه جنب ودان عابد وقال: شكل الواد تعبان قوي يا عابد بيه، وما بين الحياة والموت. عابد وهو غضبان: لو فعلا طلع حي أنا هموته وهموت أهله كلهم، مش هخلي واحد فيهم عايش في الدنيا دي. جمال بخوف وقلق: في ايه يا عابد؟ في ايه يا ابني؟ هو ايه اللي ما بين الحي والموت؟ ومين دول اللي هتموتهم؟ ما تقول يا ولدي. هنا دخلت ثانية وقالت: ولدك ضرب النار على حمزة ولد صابر. جمال بصدمة: صح الكلام اللي أنا سمعته ده ولا إيه يا عابد؟ ما تتكلم يا ابني. أيوة يا بوي، وهفضل كده وراهم واحد ورا التاني لحد ما خلص عليهم كلاتهم. جمال بحزن: يا ولدي، مش عاوز أخسرك أنت كمان، كفاية أخوك والحكومة. الحكومة ما سكتاش يا ولدي، وهتجيب اللي قتل أخوك. الولد اللي محبوس في الحبس ده مظلوم، وأنا حاسس بكده. يا بوي، انت لسه هتكدب نفسك؟ انت لحد دلوقتي ما خبرش مين اللي قتل ابنك؟ اللي قتل ولد صابر، وانا هخلي صابر يموت قدام عينك كده حتة حتة من وجع على اولاده. كل واحد بيموت ورا التاني، انا هخليه يشوف الموت بدل المرة 1000 ويتمناه ومش هيلاقيه. داخل المستشفى الدكتور طلع: احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نطلع الطلقة، لكن للأسف حصل نزيف داخلي، والنزيف ده عمل له شلل. إسعاد كانت واقفة وعمالة بتعيط ومش عارفة تعمل إيه. خيري كان واقف وبيهون على أخوه، وبعدين راح لزياد: عاجبك اللي عملته ده؟ شايف ولد عمك وصل لإيه؟ كل ده بسببك، منك لله يا شيخ. زياد كان حاطط وشه في الأرض ومش عارف يتكلم. في المساء داخل اسم الشرطة، خيري دخل ومعاه زياد كان وشه شاحب وباين عليه ندم. شريف باستغراب: خير، ايه اللي حصل؟ جايين لي تاني؟ خير بحزن: ابني جاي عشان خاطر ان هو يسلم نفسه يا باشا. شريف بص ليه باستعجاب وقال: يسلم نفسه؟ يا ترى بقى عمل ايه هو كمان؟ زياد بصوت مكسور: اني اللي ضربت النار بالغلط على حسن، ومصطفى ملوش ذنب في كل اللي بيحصل ده. المسدس ده بتاعي انا، وانا اللي اديتهوله في اللحظه اللي انتوا جيتوا فيها. الضابط قام من مكانه بحزم: الكلام ده صحيح يا زياد؟ زياد: ايوه يا باشا، السلاح ده بتاعي، واني مستعدة اتحاسب على كل اللي انا عملته، بس مصطفى يطلع. شريف قال: تمام، التحقيق هيبدأ من اول وجديد، وهيبدأ حالا. العسكري صلاح كان واقف وسامع كل حاجة، ورن على عابد وقال له: ايوه يا عابد بيه، في واحد جه واعترف بكل حاجة اسمه زياد، هو اللي قتل اخوك، ولسه جاي وقال كل حاجة واعترف بكل حاجة. عابد بصدمة: زياد ولد عمه مصطفى؟ طب قال ايه؟ ايه البلاغ يعني اللي قدمه؟ ولا لسه ما قدمش البلاغ؟ لا لسه يا بيه. عابد: لو في اي حاجة حصلت جديدة قولي، وما تخافش، حلاوتك عندي. صلاح بفرحة: تحت امرك يا باشا. اليوم التاني في بيت صابر، البيت كله كان حزين على اللي حصل والحزن مسيطر عليهم. دخل مصطفى وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صابر وإسعاد وحياة في صوت واحد: مصطفى. مصطفى جري عليهم وحضنهم، وبعد مرور وقت هم عمالين يعيطوا وفرحانين جدا: انت طلعت ازاي يا ولدي؟ كلموا جول، انت عرفت تطلع ازاي؟ انا مش عارف اي حاجة. النهاردة العسكري جه وخدني على المكتب بتاع الضابط، وقال ان المتهم سلم نفسه وانا بريء، معرفش ايه اللي حصل بالظبط. إسعاد: والله الحمد لله يا ولدي، الحمد لله. صابر: وما تعرفش مين المتهم يا مصطفى؟ لا ما خبرش يا بوي، ما اعرفش. في نفس الوقت دخل خيري: انا اللي هقول لكم مين اللي قتل.
ابني هو اللي قتل. زياد هو اللي عمل كل ده بالغلط على حسن، وهو راح امبارح واعترف بكل حاجة. وأنا آسف، أنا آسف ليكم كلكم. حياة بصدمة. زياد؟ زياد ازاي؟ طب ازاي؟ وقولي انت، احنا لسه عارفين دلوقتي انت اللي بتقول زياد هو اللي عملك ده؟ إسعاد قامت وصرخت وهي مش مصدقة. يعني ابني اتشل ومش عارفين مصيره ايه، وابن التاني انضرب واتحبس ولسه طالع، ويا عالم ايه اللي هيحصل بعد كده. خيري، والله يا إسعاد اللي حصل غصب عننا كلنا. الرصاصة خرجت بالغلط وهو ما كانش بيقصد إن هو يقتله. صابر بصوت مليان بالألم: الغلط اللي انت بتقول عليك ده خرب بيوت كتير، وناس تعبانة وناس بتتألم، وربنا يسترها علينا كلتنا. الكل قاعد ومش قادر يتكلم. مصطفى قاعد على الكرسي ودموعه نازلة وقال بصوت هادي: أنا اللي خبيت المسدس، أنا اللي جبت المصايب دي كلها لينا. حياة راحت عنده وحاطت ايديها على كتفه: لا يا مصطفى، محدش فينا كان عارف النهاية هتبقى كده، محدش عارف يا ولدي. في بيت عابد كان واقف قدام الشباك ماسك كوباية الشاي بإيديه، عينيه فيها نار. دخل عليه سمير وقال بخوف: عابد بيه، سمعت اللي حصل؟ اللي قتل أخوك اعترف بكل حاجة. أيوة، ولد خيري هو اللي قتله. سمير بخوف: طب خلاص، خلي القانون ياخد مجراه. بص لي بجرة وقال: ايه القانون يا سمير؟ والدم بالدم. انت اصلا بتعترف بحاجة اسمها قانون؟ لو انت بتعترف انا ما بعترفش. الدم بالدم. سمير بخوف: عابد بيه اهدى بس شوية، الواد نفسه اعترف وسلم نفسه، يعني هو اعترف بالجريمة. اسكت انت يا سمير، انا مش هستنى الحكومة ولا القاضي، اللي ده الوجع لازم يدوق زيه. في اللحظة دي دخل جمال: فرحك على بنت صابر هتكون الخميس الجاي. عابد: ايه اللي انت بتقوله ده يا بوي؟ انا كلام انتهى ومش عاوز معارضة، مفهوم؟ وخد بعضه ومشي. هنعمل ايه دلوقتي يا عابد بيه؟ انت شايف جمال بيه بيقولك ايه؟ انا عارف ابوي، مادام حط حاجة في دماغه مش هيسكت غير لما يعرفها ولما ينفذها كمان. بس وماله، نتجوزها. وبص قدامه نظرة شيطانية. في الاسم زياد كان قاعد في الزنزانة ووشه شاحب جدا، قاعد عمال يفكر في كل اللي حصل. في اللحظة دي دخل عليه خيري ومعاه الأكل. خيري قال بحزن: ليه كنت مستعجل كده؟ ليه ما فكرتش كويس قبل ما تمسك السلاح؟ أبوي سيادك، كفاية اللي أنا فيه. هقول لأمك إيه في قبرها وهي موصياني عليك قبل ما تموت. زياد بيعيط: كنت بدافع عن نفسي يا بوي، كنتش أقصد أبدا إن أنا أقتله. خيري مسك إيديه: أنا عارف يا ولدي، بس الغلطة ديت هتكلفك عمره كله. في المساء داخل المستشفى، إسعاد قاعدة جنب حمزة ماسكة إيديه ودموعها نازلة. الدكتور دخل: الحالة مستقرة الحمد لله، بس الشلل للأسف دايم لحد دلوقتي، اما نشوف ايه اللي هيحصل بعدين. إسعاد بصوت مكسور: يعني ايه يا دكتور؟ ابني مش هيعرف يمشي تاني؟ للأسف يا حاجة، لحد دلوقتي مش عارفة أقولك إن هو هيقدر يمشي. إن شاء الله يعيش حياته طبيعية يعني، ومع العلاج ما فيش حاجة مستحيل، ومع أماننا بربنا، ربنا بيغير كل يوم حال من حال. اطمني يا حاجة وادعيله. أما بقى عند عابد كان قاعد سرحان وهو بيقول: وأنا وعدتكم إن هخليكم تتمنوا الموت يوم بعد يوم، استنوا عليا بس يا ولاد صابر. في اليوم التالي في بيت جمال: ثانية، صح يا جمال، انت هتجوز ابنك لابن صابر اللي قتل ولدك؟ جمال: مش هو اللي قتل يا ثانية، فهمي، اللي قتل ولدك ابن أخوه، ولازم نعمل أي حاجة، لأن لو ما عملناش كده وعملنا نسب ما بيننا احنا الاتنين هيبقى فيه دم ومش هيتقفل أبدا. لازم تفكري في الكلام زين، صدقيني اللي أنا بعمله ده صح. يعني ايه الكلام ده عاد؟ هفهمك على كل حاجة بعدين، بس لازم الفرح يتم بأي طريقة. في المساء إسعاد واقفة في المطبخ وشها شاحب بتحاول تعمل الأكل البسيط. حياة بتدخل بكل هدوء: قومي ريحي شوية، قومي يما أنا هكمل الأكل. إسعاد بتنهيده: مش قادرة يا بنتي، طول الليل دماغي مش مرتاح، كل ما غمض عين أشوف حمزة على السرير ومش قادر يتحرك، قلبي بيتقطع.
حنان بحزن: ربنا كبير يما، ادعي له، مش الدكتور قال لك كده؟ ادعي له يما. الباب خبط وفتحت عشان تشوف مين. كان عابد وابوه وسمير. صابر اتصدم وبص ليهم. جمال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب هتسيبونا واقفين كده؟ مش تقولوا اتفضلوا؟ طبعا طبعا. فتح ليهم الباب ودخلوا، وراح على المطبخ وقال: عابد وابوه بره. اسعاد بغضب: عابد جاي ليه؟ جاي بالمصايب معاه؟ هو جاي ليه ده بدل ما اروح اطخ انا كمان، ولا اقطعه بالسكينه دي تقطيع؟ هما ليهم عين يجوا لحد هنا كمان؟ صابر: ما نعرفش نيتهم ايه، بس جمال راجل كبير وعاقل كمان، يعني اكيد جاي في صلح ولا ايه بالظبط؟ انا مش عارف، انا حاسه ان الدنيا كلها بتلف بيا. في نفس اللحظه دخل مصطفى: لو جايين بخير اهلا وسهلا بيكم، لو جايين بشر طيب يا ولدي، هنطلع دلوقتي ونشوفهم جايين ليه وساعتها نتكلم. وطلعوا فعلا. جمال كان قاعد. ونطلع بره عند جمال. جمال كان قاعد: انا جيت النهارده عشان اقول كلمه واحده، احنا عايزين نقفل صفحه الدم ونبدا صفحه جديده. اسعاد بغضب: صفحه ايه؟ دم مين؟ دم الواد المشلول؟ عايز تقفل ايه؟ الصفحة دي خلاص انفتحت ومش هتتقفل واصل طول ما ابني راقد على السرير. جمال بحزن: وما تنسيش برضك ولد اللي مات واندفن تحت التراب، مفيش داعي نكمل الحروب، ملهاش آخر. انت عارفة الصعايدة لما بيبدأوا ما بينهوش. عابد اتكلم: عشان كده جيت اتمم الفرح يوم الخميس اللي جاي. صبر بصدمة: فرح؟ فرح ايه يا عابد؟ عابد ابتسم بغموض وهو بيقول له: فرح بنتك. اسعاد وقفت مرة واحدة وقالت: ايه؟ انت بتقول ايه؟ بنت مين؟ بعد اللي انت عملتوه فينا عاوزني كده بالساهل اعمل كل اللي انت بتقوله واجوزك بنتي كمان بعد ما ابني اتحبس والتاني اتشل؟ عابد ببرود: الجواز يا خالتي هيحل كل حاجة، وهيحل الخلافات وهيقرب البيوت من بعضيها. صابر بصدمة: بس بنتي لسه ما تعرفكش كويس. جمال بص لعابد عشان يسكت وقال: دي رغبة مني أنا، وأنا عايز الخبر ده للطرفين يكون حاجة حلوة، يعني العيلتين خلاص بقى نخلص من الدم، أنا مش ناقص. إسعاد بغضب: دي صفقة مش جوازة يا جماعة، اللي انت بتقوله ده يا حاج صفقة. حياة طلعت: وأنا مش عايزة أتجوزك انت يا عابد. ليه؟ عابد قطعها: بس لازم هتتجوزيني غصب عنك، برضاكي أو من غير رضاكي، كلمتي ما ترجعش أبدا. صابر: لا، ده كده كتير قوي، انت جاي تهددنا جوا بيتنا كمان، في ايه عاد؟ جمال بيحاول ان هو يلحق الموقف وقال بعصبية: كفاية بقى يا عابد، كفاية اللي انت بتعمله ده يا ولدي. عابد: انا قلت كلمتي وخلاص. جمال خد صابر على جنب وقال له: يا حاج صابر، حاول كده تفهمني، أنا عايز الجوازة دي تتم عشان الدم يقف ما بين العيلتين. تخيل كده لو عابد خلف من بنتك حتة عيل، هيخاف عليه وهيهدى وهينسى موضوع الطار اللي في دماغه ده. صابر بخوف: وانت عاوزني بقى يا حاج جمال أخاطر بحياة بنتي كمان؟ مش كفاية ولاد الصبيان؟ يا حاج صابر، وعد مني إن الدنيا دي كلها لو عملتها وحش أنا اللي هدافع عنها وهقف قدام الظلم، والدنيا كلها برضه هتتعدل عشان خاطر عيونها. ماشي، وانا موافق. اسعاد ومصطفى كانوا بيبصوا بصدمة. جمال: على بركة الله، الفرح الخميس اللي جاي يا جماعة. وبعد مرور وقت جمال وابنه راحوا على بيتهم. حياة بدموع: انت ازاي توافق على الجوازة دي يابا؟ ليه عملت كده؟ انا مش عايزة اتجوز، مش عايزاه عاد. يا بنتي كفاية ان خسرت اخوكي، عايزاه ان اخسر اخوك التاني؟ فكري زين، انتي مش عارفة عابد ده ولا ايه؟ مصطفى: وانا مش هسمح لحد يقرب من اختي يا ابوي. حياة بخوف: لا يا مصطفى، انا موافقة على الجوازة دي، ابعد انت. مصطفى: لا مش هسيبك تاخدي واحد بالغصب كده. على رأيك يما، دي صفقة مش جوازة، اللي انتوا بتعملوه ده حرام، حرام شرعا حتى. حياة تمسح دموعها وقالت: ومين قال ان انا مغصوبة؟ انا عايزة اتجوز. وسابتهم وطلعت بسرعة على الأوضة بتاعتها
قبل ما حد يتكلم معاها ويلمح دموعها في عينيها. وبعد اليوم، في صباح يوم جديد، دخل المستشفى. حمزة كان نايم على السرير وعيونه مفتحة لأول مرة بعد العملية، وبيبص حواليه. إسعاد أول ما شافته مسكت إيديه وفضلت تعيط من فرحة. حمزة بصوت ضعيف: أمي، أنا فين؟ وإيه اللي حصل؟ إسعاد بتعيط: الحمد لله على سلامتك يا قلب أمك، أنت كنت في غيبوبة يا ابني، والحمد لله فقت بالسلامة. حمزة بيحاول يتحرك بس مش قادر. رجلي ياما، مش حاسس بيها، مش حاسس يا فين. في التوقيت ده الدكتور دخل. الدكتور: الحمد لله على سلامتك يا بطل، لسه بدري على الكلام ده، اهم حاجة ان انت بس كنت تفوق من الغيبوبة ونقدر ان احنا نعمل الحاجات التانية. حمزة بدموع: يعني ايه؟ انا مش حاسس برجلي يا دكتور، انا مش همشي تاني ولا ايه؟ اسعاد بتمسك ايديه: ربنا قادر يا ابني ان يخليك تمشي وتبقى قوي من الاول كمان. حازم لف وشه الناحية التانية وما ردش عليهم. وتمر الأيام بسرعة. يوم الفرح، حياة كانت قاعدة خايفة ومش عارفة مصيرها ايه بالظبط وايه اللي هيحصل. إسعاد دخلت عليها: أنا مش عاوزاك تخافي خالص يا بنتي. حياة هزت براسها بمعنى ماشي. وفجأة سمع صوت دوشة تحت. إسعاد: خليكي يا بنتي قاعدة، الظاهر إن المأذون جه، أنا هنزل أشوفهم. عابد كان لابس بدلة سودة وباين على وشه الغضب والغموض. أمال فين العروس عاد؟ حياة نزلت بكل ثقة وقالت: أنا هنا. عابد قرب منها وقال بصوت واطي: جايبة الثقة دي كلها منين؟ لما نشوف هتصمدي لحد الآخر ولا لحد ميتة. حياة بصت له: انت اللي بدأتها تحدي معايا يا ابني سنية، وانا من النهاردة مش هخاف منك واصل. لو مفكر ان انت هتخوفني يبقى انت غلطان. هنشوف مين اللي هيكسب ومين هيكسر قلب التاني. انت يا بتنتي. ومسك ايديها جامد. في اللحظة دي جمال كان معدي. عابد، هتعمل ايه عندك؟ عابد بضحك: ابدا يا حاج، ده انا بقول لها طالعة زي القمر، مش كده ولا ايه يا حياة؟ حياة بصت له بتحدي وقالت: ايوه يا عم كده. طب يلا يا ولاد، عشان المأذون عاوز يكتب الكتاب. عابد راح عنده وقعد. المأذون بدأ يكتب الكتاب وانتهى بالجملة المشهورة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في الخير. إسعاد حضنت حياة وفضلت تعيط. حياة مسحت دموعها وقالت: مش عاوزة أشوف دموعك دي واصل. وبعد مرور وقت دخلت بيت جمال. حياة دخلت: فين الأوضة؟ الأوضة بتاعتي فين؟ ثانية بصت لها بغضب وقالت: هي دي. يعني جاية نافشة ريشك علينا كده ليه يا بنت صابر؟ كنت متخيلة ان انت تدخلي مكسورة. حياة لسه هتتكلم قطعها جمال: اوضتك على اليمين اخر الطرق يا بنتي. حياة بصت لهم ومشيت. ثانية: جراء يا حاج، مالك حنين عليها كده ليه؟ دي حية ودخلت جوا بيتنا. البت غلبانة يا ثانية، حرام عليكي. ومش كفاية اخوها راح في الرجلين؟ في ايه بس؟ ما خلاص. في أوضة حياة، حياة كانت قاعدة على السرير وسرحانة جدا. داخل عليها عابد. عابد: شكلك قاعدة تفكري في مصيبة جديدة ولا ايه؟ وليه؟ هو الناس قالوا لك عني اني بقتل الناس كده من غير ذنب زيك؟ عابد بغضب قرب منها ومسكها من شعرها: وهي عضاضة، انت كلبة ولا ايه عاد؟ طب انا هوريكي تعملي معايا كده. طيب ماشي، انا عاوز حقي. بتبصله مش فاهمة: حق ايه يا عادل انت بتتكلم عنه؟ مش كفاية اللي انت عملته في اخواتي؟ لا يا حلوة، انت مرت دلوقتي وانا عاوز حق الشرعي. فهمت قصده. طب اقول لك اخرج علشان خاطر اغير هدومي. بص الله من فوق لتحت بكل قرف: في ناس ما تجيش غير بالعين الحمراء. وطلع بره الأوضة. يا ترى ايه اللي هيحصل في الحلقة اللي جاية؟ تابعوني باللايك والاشتراك وان انتوا تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. عابد كان مستغرب: هي ازاي عايزاني اطلع بره يعني؟ طيب ماشي، وهخسر ايه؟ وفعلا طلع بره الأوضة. حياة كانت مثبتة نظرها على الباب الأوضة، وأول ما طلع جري على الباب وقفلت الباب بسرعة بالمفتاح. أحسن، تستاهل. شاطرة يا بنت حياة، كنت خايفة إن هو ياخد باله من المفتاح. اضطريت على أهبل وغبي كمان. بعد مرور وقت عابد جه عشان خاطر يفتح الباب. الباب ما بيفتحش. خبط الباب جامد: يا بنت انتي، ايه
مش قلت هتغير هدومك؟ كانت سامعة وعمالة بتضحك جوه. فضل يخبط. انت اتطرشت ولا ايه؟ انت يا زفتة. حياة من ورا الباب. عدى علينا بكرة، خلصنا خلاص. ماشي بقى كده يا بت، عملتيها. ماشي. ونزل تحت. ثانية شافته. ايه نازل ليه يا ولدي؟ ها ابدا يما، بس انا مش حابب ابدا اشوف وشها، بتعكنني. اليوم التالي حياة صحت من النوم، دخلت الحمام واتوضت وصلت، وبعد مرور الوقت نزلت لتحت ودخلت على المطبخ وعملت فطار ليها وطلعت عشان خاطر تاكل. عابد جه قعد قصادها ومد ايده كل. وبعدين يعني فرحانة قوي انك هربتي مني امبارح، بس هتروحي مني فين؟ الايام جاية كتير ما بينا. ثانية جت ولقيت حياة قاعدة وعمالة بتفطر. قالت قومي يا بت انتي، اعملي لي فطور. انتي هنا زي الخدامة بالظبط، واوعي تنتظري ان ابنك يعاملك كمرته. لا يا حبيبتي، انتي هنا الخدامة. انتي فين وهي فين اللي المفروض تبقى مرته؟ انتي نسيتي نفسك يا بت انتي ولا ايه؟ لا فوقي لنفسك، قبل ما تعملي نفسك فطور تسألي اسيادك الاول. حياة اتضايقت جدا من كلامها ودخلت على المطبخ عشان تعملهم الاكل. وبعد مرور الوقت كان الاكل جاهز. ثانية كانت قاعدة وبتاكل بكل قرف. جمال كان قاعد وبيفكر معقول عابد بالهدوء ده؟ بدأ يقول لنفسه أنا خايف، أنا خايف بجد. عابد يتهور ويعمل أي حاجة، الهدوء ده مش مطمني واصل. عابد شاف أبوه سرحان. مالك يا بوي سرحان كده ليه؟ ها ولا حاجة يا ولدي. سمير دخل وميل على ودان عابد وقال كل حاجة جاهزة وتحت أمرك يا عابد بيه. هتقدر تدخل النهاردة السجن ليه وتخلص عليه. عابد كان بيسمع كل كلام. تمام روح انت وانا جاي وراك. جمال بقى لأ. مالك يا سمير يا ولدي؟ جاي وعمال تقول سر ومش سر، وبتوشوشوا على ايه؟ بتتكلموا وتقولوا ايه؟ ابدا يابا في ايه عادي. سمير كان جاي يعني يصبح عليا في حتة ارض حلوة قوي للبيع، هيفرجها لي وناخد رأيك ان شاء الله، بس بعد ما وافق انا عليها تيجي وتشوفها. لو ما انت ما وافقتش خلاص يبقى البيعة باظت. بعد اذنك يا بوي. وبعد مرور الوقت جمال كان قاعد وسرحان وبيفكر يا ترى عابد بيكذب عليه ولا كلامه صح. وبعد ما قام مرة واحدة انا لازم امشي دلوقتي، هشوف عابد راح على فين. ثانية هو صغير يا حاج، ما تسيبه، انت مالك محوط عليه كده ليه؟ ما ينفعش، ما ينفعش واصل يا ثانية، وبالذات في الايام دي. في المساء دخل الزنزانة. زياد كان قاعد في الزنزانة ماسك المصحف بيقرأ، عينيه فيها وجع بس قلبه مطمن. وقال لنفسه أنا مظلوم يا رب، أيوة أنا قتلته فعلا، بس ما كنتش أقصد، ما كنتش أقصد. في الوقت ده سمير دخل مكتب الضابط وقال له ازيك يا باشا، عابد جاي بعد شوية هنا. سيف رفع حاجبه. خير في حاجة ولا ايه؟ سمير ابتسم. أصل في أمر مهم حابب يشوف المتهم بنفسه قبل ما تنفذوا العقوبة بتاعته. الضابط شك شوية بس قال طب خليه يدخل. ايه اللي هيحصل بالظبط يعني؟ ادينا هنتفرج. بعد نص ساعة عابد دخل السجن بخطوة تقيلة. صوت جواه بيقول اخلص منه يا عابد، هو السبب في كل اللي بيحصل، حرمك من اخوك. عمل زيارة لزياد وكان ورا الحديد وقال له عامل ايه يا ابن خيري؟ ايه هتفضل مكانك هنا ولا نهايتك هتكون على يدي؟ زياد رفع راسه وقال بهدوء جاي تخلص عليا؟ يا ريت تخلص، اهون من اللي انا فيه. انا قدامك اهو مش خايف منك واصل يا عابد، بس انا عارف ان انت مش هتقدر تعمل اي حاجة واصل. عارف ليه؟ لانك ضعيف. بتقول ايه ان انا مش هقدر اعمل عشان ضعيف؟ لا عاد، انا هخليك تتمنى الموت وما تطلوش ابدا يا زياد. زياد بصوت ضعيف انا عارف ان انت كنت بتحب حياة زمان ومستني اللحظة اللي تتقفل عليكوا دار واحدة، بس اسمعني يا زياد ما تتقبش منها لأن هي ملها ذنب. عابد الجماد مكانه وقال بتكذب، ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله؟ بقى انا بحب حياة؟ ومين اللي قالك؟ لا مش بكذب عليك، انا عارف كل حاجة. فاكرني ان انا مش عارف تكون غلطان؟ انت وقفت قصادي كتير ومنعتني ان اخد حياة. عابد ساعتها مسك الحديد بايديه وعينيه مليانة بالنار. اسمع يا ود انت،
لو جبت سيرة حياة مرة تانية على لسانك أنا مش هقولك هموتك، لا، أنا هخلي أبوك يتحسر عليك. حياة خط أحمر. عابد خرج من السجن زي المجنون وطلع جري على البيت. في البيت عابد طلع يجري على الأوضة ومسك حياة من شعرها. هعيشك في جحيم يا حياة، انتي وكل عيلتك. حياة بجع. سيب شعر، حرام عليك، أنا عملت إيه؟ سيبني. انتي السبب في موت أخويا وتقولي عملت إيه؟ بس أنا ولا أهلي لينا ذنب في كل اللي بيحصل ده. فك إيدك، فك إيدك من شعري. ساب شعرها وراح وقعد في أقرب كرسي كان موجود ومسك دماغه. ما كانش عاوز يضعف قصاد دموعها. وبعد مرور ساعات في بيت صابر، إسعاد كانت قاعدة وعمالة بتعيط. أنا عاوزة أشوف بنتي يا صابر، أنا خايفة عليها. إحنا ليه عملنا كده؟ أنا وافقت أوديها بيدي دي في بيت عدونا؟ إزاي؟ هو أنا مستغنية عليها هي كمان؟ كان لازم يحصل كده يا إسعاد. ابنك اللي في المستشفى هيقوم إن شاء الله بالسلامة، ومصطفى هنحافظ عليه، وأنا متوكدة إن هي هتقدر تعيش وتجاري اللي حواليها، وربنا يستر معاها يا رب. طب إزاي؟ أنا خايفة على بنتي، خايفة حطاها في وسط النار وسايباها كده. وخد نفس جامد جدا وقال: أنا هقولك يا سعاد على السر اللي أنا كنتش عاوز أقوله. عابد هيحب بنتك قوي قوي من زمان زمان، فاهمة؟ كان بيحبها قوي. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هي دي الحقيقة يا سعاد، ومستحيل عابد يأذيها. علشان كده أنا وافقت على الجوازة دي، عارف ومتأكد إن هو مستحيل يعمل لها أي حاجة ويصيبها. وعشان كده بقولك إن ولادي التلاتة غاليين عندي، وهي غالية زيهم بالظبط. إسعاد ساعتها اطمنت شوية وقالت: طيب هشوفها ميتة، عاوزة أشوفها. أنا هكلمها في الليل وأخليها تطمن عليكي كمان لحد ما الدنيا تهدى، وهاخدك عنديها. في المساء تليفون عابد بيرن. عابد فتح وقال: خير يا حاج صابر، في مصيبة تانية ولا إيه؟ ولا يكون عايز تقتل حد تاني؟ صابر بضيق: يا ولدي حرام عليك، ما تقولش الكلام ده، احنا ما قتلناش حد، عيب اللي انت بتقوله ده. وبعدين مش انا اللي اعمل كده، انا برن عليك، عاوز اطمن على بنتي. عابد من غير ما يتردد دخل لحياة واداها التليفون. حياة كانت قاعدة على السرير وضم رجليها الاتنين وحاطة راسها ما بينهم الاتنين وبتعيط. مسكت التليفون قالت: ايوه مين؟ اسعاد بلهفة: ايوه يا حياة بنتي، ازيك يا بنت؟ طمنيني عليكي، في حد مزعلك ولا بيكلمك؟ رد عليا، طمنيني عليك يا بنتي. حياة تمسح دموعها وبتاخد نفس وبتقول: الحمد لله ياما، انا بخير، ما تقلقيش عليا خالص، ما فيش حد بيكلمني ولا بيهني، اطمني، انا كويسه زينه قوي. حياه قلبها ارتاح وفضلوا يتكلموا مع بعض. وبعد شويه قفلوا. عابد كان واقف وبيسمع كل الكلام اللي كانت بتقوله. ما قلتيش الحقيقه ليه؟ بصت ليه وما ردتش عليه. قرب منها: انا هكلمك على فكره، لازم تردي عليا. رفع ايده عشان خاطر يضربها وبعدين نزلها تاني. اضربني، رجعت في كلامك ليه؟ وبعدين انا مش مجبرة اقولك انا قلت ايه وما قلتش ايه، عن اذنك. عن اذني ازاي يعني؟ اتفضل برا، عاوز انام. طيب انا طالع. وتمر الايام وكل يوم ثانية بتعامل حياة وحش وكل شوية مشاكل. وعابد ما بيتكلمش مع حياة خالص وبيحاول يبعد عنها علشان ما يضعفش قصادها. وفي يوم من الأيام ثانية كانت تعبانة ومش قادرة تاخد نفسها. حياة جريت عليها وقالت: مالك يا مرات عمي؟ حاسة بإيه؟ ابعدي عني يا بت، ابعدي. يا حماتي مش وقت الكلام اللي انت بتعمليه ده، شكلك تعبانة، انت حاسة بإيه؟ حياة صرخت وبدأت إن هي تنادي وبصوت عالي: حد من الرجالة هنا يا جدعان، ردوا عليا. وبعد مرور الوقت داخل المستشفى حياة: ها يا دكتور، طمني عليها. طمني خالص، هي كويسة والحمد لله. وايه اللي عمل فيها كده يعني؟ ايه اللي جرالها؟ مرة واحدة وقعت من طولها. ضغطها كان واطي قوي، وانا اديتها حقنة وعلقت لها محاليل، وهتفوق وهتكون كويسة بإذن الله. شكرا ليك يا دكتور. ألف سلامة عليها، عن إذنك. عند عابد روح البيت هو وجمال، ما لقاش حياة، فضل يدور عليها زي المجنون. جمال كان بيهديه: يا ابني اهدى شوية، هتكون راحت على فين يعني؟ معقولة يا بوي تكون هربت؟ ده لو حصل هخلص عليها. بقول لك اهدى يا ولدي،
اهدى، اسأل أمك كده، لا تكون راحت هنا ولا هنا، هي اللي تكون بعدتها مشوار. دخل الأوضة ما لقاش مامته كمان، طلع بره بسرعة. أنا مش لاقي أمي كمان، هو إيه اللي حصل بالظبط؟ معقولة تكون عملت فيها حاجة؟ وعليك يا عابد، بقى أنت عاوز تقولي إن حياة تعمل لأمك أنت حاجة؟ ليه؟ لا مستحيل، ما صدقهاش، ده حياة بسكوتة وأمك. وبعد مرور ساعات حياة دخلت ماسكة إيديها وإيدين ثانية وسنداها. جمال كان جري على ثانية وقال: فيك إيه؟ إيه يا ستي؟ مالك؟ أنت كويسة؟ عابد جري على حياة ومسكها من إيديها جامد. كنت فين؟ وعملتي في أمي إيه؟ ردي. ثانية بصوت باين عليه التعب: سيبها يا ولدي، ما عملتش حاجة، ده ربنا بعتها ليا في الوقت المناسب، كان زماني رحت فيها. واقف ومش فاهم حاجة. جمال: هو ايه اللي حصل يا ثانية؟ ما تطمنيني. ثانية بدأت تحكي على كل اللي حصل. عابد اتصدم، ما كانش مصدق أبدا إن حياة تعمل كده، لو واحدة غيرها كانت سابتها عشان خاطر تموت. أنا مش عارف أقولك إيه يا بنتي، أشكرك إزاي؟ جمال كان واقف وعمال يشكرها. حياة بدموع: لا يا عمي، ده واجبي، أستأذنكم أنا هطلع الأوضة بتاعتي. ليه كده يا ولدي؟ روح وراها وصالحها، كفاية لحد كده، حياة بنت جدعة وملهاش ذنب. عابد بيبص ليه: واخويا ابويا اللي راح في عز شبابه تحت التراب، ربنا بيرحمه، ربنا رحمه من اللي احنا فيه دلوقتي، بس هي ملهاش ذنب، وابن عمها خلاص خد جزاؤه 25 سنة سجن، يعني هو دلوقتي هيعيش حياته وشبابه كلها في السجن، يعني هيعيش ميت، فانت تحمد ربنا. يلا يا ابني روح وصلحها. دخل الأوضة. حياة كانت قاعدة قدام المراية وبتسرح شعرها. عابد دخل وخد المشط من ايديها. حياة خطته وقال بسرعة: في ايه؟ عاوز مني ايه؟ مسك ايديها ولا: ما تخافيش، هقعد اسرح شعرك. وبدأ ان هو يسرح لها بكل حنية. كانت بتبص ليه وكانت مستغربة جدا. فضلت تقول لنفسها: يا ريتك يا عابد تفضل ساكت كده وهادي، يا ريت تبطل الظلم والقسوة على كل اللي حواليك. وبعد دقايق نكش شعرها وخلاها زي الغول. ايه رأيك؟ حلو كده ولا اغيرلك؟ لا لا، حلوة حلوة كتير كتير، قوي قوي. حياة، انا كنت عاوز اتكلم معاك وتسمعيني. حست براسها: اتفضل، انا سامعاك. انا عارفة لو فضلت كده انا هتأسف العمر كله ليكي، مش هيكفيني على اللي انت عملتيه النهاردة في امي، في المقابل واللي انا عملته فيكي. حياة افتكرت اللي كان بيعمله فيها. وبعدين يعني انا مش عاوزة افتكر حاجة، وبعد اذنك بقى خلاص، مش عاوزة افتكر حاجة. حقك عليا، حقك على اللي انا عملته فيكي الايام اللي فاتت دي، بس كنت عاوز انا وانتي نبدأ صفحة جديدة عشان خاطري يا حياة. حياة صدمت وبصت لي: ايوه ما تستغربيش، انا فعلا بحبك يا حياة قوي. حياة دموعها نزل: واللي يحب حد يعمل فيك ده غصب عني يا حياة، اللي راح من اخوي لحمي ودمي، بس انا كنت اعمى، اعمى عن الحقيقة، اعمى انك يعني الحب العمر كله. ايوه ما تستغربيش، انا هعترف لك واقول لك على الحقيقة، كل الناس اللي حواليك عارفين تقريبا بعدك انتي. بس للاسف يا عابد، الحب مش كلمة، الحب فعل، وانت وجعتني وكسرتني، خلتني اخاف من كل حاجة حواليا. اديني فرصة واحدة بس اصلح كل اللي انكسر. انا مش طالب منك غير ان انت سامحيني، خليكي جنبي، خليكي جنبي ارجوكي، يمكن مع الوقت تصدقيني. حياة، ربنا وحده بس اللي يقدر يغير القلوب يا عابد. انا مش قادرة اصدق كل الكلام اللي انت بتقوله، انت واحد تاني غير اللي عرفته امبارح. وبعدين كل الكلام اللي انت بتقوله ده ممكن ما صدقهوش، لان الحب مش بالكلام. وبعدها مشيت وسابته واقف مكانه، عينيه بتلمع من الندم وفيها خوف في نفس الوقت إن هي مش هتسامحه. بعد مرور شهور البيت كان هادي، وثانية خفت وبقت كويسة جدا مع حياة. وحمزة أخو حياة بدأ إن هو يتحسن ويقف تاني على رجليه. إسعاد كانت مبسوطة جدا وحمدت ربنا إن عابد طلع بيحب بنتها، وإن ولادها الاتنين بقوا في سلام. أما بقى عند حياة، حياة كانت قاعدة في الجنينة، كوباية الشاي قدامها على الترابيزة، وبدأت تبص للسما وهي مستمتعة بنسمة الهواء اللي جاي عليها. في اللحظة دي دخل عليها عابد: ايه مالك؟ مالك يا جميلة سرحانة كده ليه؟ بتبتسم وبتقول له: عارف يا عابد، زمان
كنت بحب منظر السما والنجوم وأحب أبصلهم على طول. أيوة يا حبيبتي، منظرهم يجنن فعلا، بس مش أكتر منك بصراحة. أنت عارف يا عابد كمان، تقريبا متجوزين بقالنا دلوقتي سنة. يمكن ربنا حطك في طريقي عشان أعرف الحب الحقيقي وأعرف معنى التسامح. أنا بحبك يا حياة، وأنا كمان بحبك، وخلاص كل اللي فات انتهى، وبنبدأ كلنا حياة جديدة بأسرتين جمال. ومن النهاردة حياتي هي حياتك يا عابد، وانتي الحياة كلها يا حياة. وبكده تكون انتهت الحلقات. يا رب إن شاء الله يكون عجبكم. تابعوني باللايك والاشتراك، وإن انتوا تفعلوا الجرس عشان يوصلوا كل جديد. يلا سلام.